أهلا بكم يا دكاترة المستقبل. جاهزين لثورة حقيقية هتقلب طريقة مذاكرتكم تماما؟ في شرح النهاردة من خطوات في الطب هندخل في الموضوع على طول، لأننا هنتكلم عن معجزة طبية حقيقية، معجزة في 10 دقايق بس. طب تخيلوا معايا كده، عندكم محاضرة فيسيولوجي أو بايوكيمستري من المحاضرات التقيلة أياها 50 صفحة مليانين تفاصيل، وفجأة تلاقوا خبير قاعد معاكم ال10 دقايق بالظبط ولخص لكم الليلة دي كلها بشكل عبقري. لاقوا كمان مستعد يجاوب على أي سؤال معقد يقف قدامكم في لحظتها. متخيلين؟ الكلام ده ممكن يبان كأنه خيال علوي أو حتة سحر كده، صح؟ يعني إزاي أصلاً نقدر نحول كل المفاهيم الطبية المكلكعة دي والصفحات اللي ما بتخلص لمقطع صوتي ممتع، مقطع تسمعوه وتفهموه بمنتهى السهولة، وتلاقوا إجابات لكل أسئلتكم في ثواني معدودة. بس المفاجأة بقى إن ده مش خيال خالص، إحنا بنتكلم عن واقع هيخليكوا تخلصوا المنهج الطبي بتاعكوا في نص الوقت تقريباً. أيوة، في نص الوقت. السر كله في أداة جبارة من جوجل اسمها نوت بوك الأم. الأداة دي حرفياً يا دكاترة هتنسف كل الطرق التقليدية اللي تعرفوها عن المذاكرة. ندخل بقى على المساعد الذكي الخاص بيكم. إيه اللي بيفرق الأداة دي عن غيرها؟ الفرق الجوهري إنها عاملة زي الخزنة المقفولة، مقفولة على مصادركم أنتوا وبس. يعني مش زي الذكاء الاصطناعي العادي اللي بيدخل يسرح في الإنترنت المفتوح وممكن جدا يألف معلومات من دماغه. لا، الأداة دي بتعتمد 100% على ملفات PDF أو المحاضرات اللي أنتوا بنفسكم بترفعوها. وده بقى بياخدنا لأهم نقطة، الدقة. إحنا بنتكلم عن نسبة دقة 100%. ليه؟ لأنها بتطلع الإجابات حصرياً من الداتا اللي انتوا اديتوها لها، يعني مفيش أي مجال للاجتهاد الخارجي أو الفتي. والواقع الطبي اللي كلنا كدكاترة عارفينه كويس إن في الطب كل حرف بيفرق. الدقة عندنا مش رفاهية، دي مسألة حياة أو موت للمرضى في المستقبل. عشان كده إن يكون معانا أداة بتدينا المعلومات الموثوقة من مراجعنا إحنا وبس، دي ميزة بجد ما تتقدرش بتمن. الخطوة الأولى بقى وهي إننا نغذي العقل. الاستخدام أسهل مما تتخيلوا والواجهة بسيطة جدا. كل اللي عليكم تعملوه إنكم تضغطوا على نيو نوتبوك، وبعدين ارفعوا المحاضرات أو حتى التفريغ بتاع التسجيلات الصوتية أو لينكات لمواقع طبية موثوقة. كله بيتجمع في مكان واحد بمنتهى السلاسة. وهنا بقى نيجي للنصيحة الذهبية بتاعتنا. عشان تشوفوا السحر الحقيقي للأداة دي بيحصل قدام عينيكم، جربوا ترفعوا شابتر كامل على بعضه مرة واحدة. كمية الربط اللي الأداة هتعملها بين المعلومات هتذهلكم بجد، وهتخلي الصورة كلها تنور قدامكم. ونيجي بقى للميزة السحرية بتاعتنا، الملخص الصوتي. بمجرد ما تضغطوا على زر Generate Audio، الأداة بتعمل حركة صايعة جدا اسمها Deep Dive أو تعمق. الميزة دي بتسحب كل النصوص الطبية الجافة والمكلكعة اللي رفعتوها وتحولها لحوار صوتي احترافي وديناميكي باللغة الإنجليزية بين شخصين، كأنكم بالظبط مشغلين حلقة بين دكتورين قاعدين يتناقشوا في أهم نقط الشابتر بتاعكم. حاجة كده في منتهى الروعة. تخيلوا معايا إزاي الموضوع ده هيندمج في يومكم العادي. يعني وانتوا مسحولين في زحمة المواصلات أو وانتوا في الجيم بتلعبوا رياضة، حاطين السماعات وبتسمعوا ملخص رايق لمحاضرتكم بيركز على الزتونة وأهم النقاط. ده بيخلي المعلومة تلزق في الدماغ وبيخليكم تسترجعوها بعد كده بسهولة ومن غير أي مجهود يذكر. ندخل على جزء الملخصات الذكية والاختبارات القصيرة. في جزء المحادثة بقى تقدروا تسألوا الأداة أي سؤال يجي على بالكم. يعني ممكن تدوها أمر مباشر كده وتقولوا اكتب أهم 5 فروقات بين المرض كذا والمرض كذا. في ثانية الأداة هتطلع الفروقات دي من مراجعكم انتوا وتقدمها لكم على طبق من دهب بشكل منظم ومباشر. والأجمل من ده كله، لو بتذاكروا مادة زي الفارماكولوجي مثلاً، تقدروا تطلبوا منها تعملكم جدول مقارنة محترم وواضح بين الأدوية. فكرة ترتيب المعلومات في الجداول بالشكل ده هتوفر عليكم ساعات وساعات من التلخيص اليدوي اللي بيهد الحيل. ووصلنا للنصيحة الذهبية التانية، ودي بقى السر الحقيقي للتفوق. اطلبوا من الأداة بكل بساطة اعملي 10 أسئلة MCQ على المحاضرة دي عشان أختبر نفسي. في لمح البصر هتطلع لكم أسئلة من قلب المنهج بتاعكم بالملي عشان تقيموا نفسكم وتدربوا على الامتحانات بذكاء. وهنا بنوصل لسر المذاكرة الذكية. يا جماعة، دراسة الطب مش بس محتاجة ساعات مذاكرة طويلة وقاعدة على المكتب لحد ما ظهركم يوجعكم. الطب قبل كل شيء محتاج مذاكرة ذكية، محتاج إننا نستغل التكنولوجيا والأدوات اللي زي نوت بوك الأم اللي بتشيل من على كتافنا عبء التلخيص والتنظيم عشان نقدر إحنا نركز مجهودنا في الفهم الاستيعاب وبناء عقلية طبية بجد.
دلوقتي بقى جه دوركم انتوا، بعد ما تجربوا الأداة الجبارة دي عايزاكوا تنزلوا في التعليقات وتقولوا لنا في أي مادة حسيتوا إن الأداة دي فرقت معاكم بجد، هل الفسيولوجي ولا الفارما ولا يمكن الباثولوجي؟ شاركونا تجاربكم عشان كلنا نستفيد. وفي النهاية دكاترة، لو عجبكم الشرح بتاعنا النهاردة وحسيتوا إنه بيسهل رحلتكم الطويلة دي، ما تنسوش الاشتراك في القناة، وأشوفكم في فيديو جديد من خطوات في الطب. بالتوفيق.